مشكله مع حد في الشارع، عمره ما عمل مشكله. ممكن تسأل عليه في العيش، في اي حاجه، اكل عيشه في العيش ده ما بيجيش الا كل شهر. بيجي لو دلوقتي بقى والله العظيم والله العظيم لو سالت عليه هنا ما هتلاقي حد يعرفه هنا اساسا، والله ما حد يعرفه. بيجي كل يوم حد عشان ابوه روحي بس انزلي العاشر واسالي اسمعي عليه. ولا بيجي كل يوم حد عشان بياخد ابوه بالعربيه بيغسل له. ابوه بيغسل كده صاحب مرض كده اصلا، وهو شايل البيت كله، بيصرف على ابوه وعلى اخواته وعلى والدته وعلى كله. هو الكبير وهو الراسي هنا في يعني محترم، بيصرف على البيت. الواجب بقى. احنا هنا كارياف لو ابن عمه تعبان هو بيروح يعمل معاه الواجب بدل ابوه. بنت عمه عامله عمليه ولا والده بيروح يقضي واجب. كان راجل يعني، راجل بمعنى كلمه. عبد الرحمن كان عنده كام سنه؟ عبد الرحمن كان عنده 20. عنده كام؟ 20 سنه. عنده بتاع 20 سنه. بس هو كان عامل زي ما يكون واحد عنده 40 سنه ولا 50 سنه. ليه الاخلاق وبيعمل واجب، بيعمل خير معانا كلنا. جايب لي كذا نوع فاكهه، داخل عليه وانا في المطبخ شنط كتير. ايه ده يا واد، مين اللي جايب دي؟ ده جابر جايب فاكهه. قال لي وزعها على حبايب جابر اللي هيقولوا بالليل. والتاني اشرف استعفى نفسه عليك من اما دوكها بقى استني، اما دوكها بقى والدته بتصرف عليه، وهي اللي مجوزاه بتصرف عليه وبتصرف على ابوه. هي بتصرف عليه بتصرف على ابوه، ان هم اصلا يعني اقول لك ايه، شورة ست في البيت، شورة ست. هي كلمتها هي اللي محرضاهم. امه عشان جت هنا قعدت تصوت على الدكه هنا.